الحلقه الاخيره قبل ملحمه كايزر تشيف. وبص يا صاحبي، في الفيديو ده انا كنت كاتب لك حاجات في كشكول مش حابب اطلع اتكلم منها، واقفل الكشكول واطلع اتكلم من قلبي. الفيديو ده مش فيديو تحفيزي قد ما فيديو عاوز اعرفك فيه قيمه الزمالك. انا الزمالك، انا الزمالك اللي عديت بمشاكل تخليني اقفل ابوابي قدام جماهيري دي، لكن صمت. انا الزمالك اللي هعيش عشان افرح جمهوري اللي ورايا بقاله سنين. انا الزمالك اللي اسمي مسمع في مناطق ما يعرفوش حاجه عن النت بس عارفين معنى نادي الزمالك. انا الزمالك اللي عدت بيا كوارث وحاجات وافلامات خلتني اقول انا عاوز انتهي وما انتهيش. انا الزمالك اللي المفروض اللعيبه اللي لابسه التيشيرت بتاعي تعرف ان انا لابسه تيشيرت من احسن التيشيرتات في العالم، بل احسن تيشيرت في العالم. انا الزمالك وهفضل ورا الزمالك لحد ما اشوف الزمالك في حته ثانيه احسن من اللي زاد فيها. عندي ملحمه، عندي مباراه الناس كلها متوقعه خروج الزمالك، وانا ورا النادي ده. الزمالك في مباراه 90 دقيقه فيها ملحميه، مباراه واحده. السبت مش هزار، عندك ماتش ضرب نار. الزمالك المفروض 90 دقيقة أموت نفسي، 90 في دقيقة رجولة، 90 دقيقة ملحمة كروية. أنا عاوز أنزل أدوس على كايزر تشيف، عايز أعرفه إن أنا أحسن فريق في أفريقيا، أنا اللي عملت التاريخ، أنا اللي عملت اسمي. مش عاوز مرقعة ومش عاوز أعذار، أنا مش هقبل بكرة بأي نتيجة غير الفوز. هتقول لي يا أنزل أنت عندك فريق ما بيحاولش، أنا عاوز رجالة، عاوز أبطال، عاوز ناس تخش في جدار تكسره ما يهمهاش. هتلاقي الجمهور بيصرخ في المدرجات زمالك زمالك لحد اخر ثانيه. عندك كل حاجه متاحه من تشجيع وروح وكل حاجه. الزمالك بكره لازم ينزل يدوس ويعرف اتخن فرق القاره ان انا الزمالك. عنده ظروف، عندي ايقاف قيد، عندي مهازل، عندي مشاكل، عندي كل حاجه، بس انا الزمالك. انا اللي فيه فرق او في ناس بتحلم تلعب معايا، انا اللي فيه ناس اللي ما بتجيب فيها جون بتقعد طول حياتها تصنع تاريخ، انا اللي بيحاربني ناس اقسم بالله ما يعرفوا قيمه نادي الزمالك. انا عاوز اقفل كل سيره الكلاب اللي فاتحه ناس لسانها على الزمالك. انا مش عاوز اي كلام. وخلي بالك بكره ما تتوقعش اي نتيجه في ماتش المصري وزيسكو. زيسكو ده ميت، انت اللي عملت في نفسك كده. انا مصدق حاجه زي كده، انا اللي وقعت نفسي في المشكله دي، انا اللي دعمت ناس دمروني، وانا اللي جبت ناس لعبت في ناس عملت التاريخ. فانا النهارده عاوز اسكت الكلاب اللي مفتوحه عليا. انا مش هزعل انا مش هكدب عليك، اسف ان انا مش هزعل لو خرجت بكره، لا هزعل لان عاوز اشوف فريق ده في حته ثانيه. مش فارقه معايا اي حاجه غير ان انا اكسب بكره. خلي بالك واقولها لك وحط تريليون خط، الزمالك لو انهزم نزيف النقاط ونزيف المباريات الخساره هتزيد. الزمالك عامل زي الابره الملفوفه، لو انفكت هتجري. فانا مش عاوز اخش عليها رمضان وانا زعلان، انا عاوز اخش عليها رمضان وانا فرحان ان الزمالك اتاهل لافريقيا، وعاوز اكسب بعدها سيراميكا في الكاس عشان اخلص الناس اللي مستقصده وقوع الزمالك. القصه مش موضوع ان انا عاوز اكسب عشان احب المكسب، انا عاوز اكد الناس دي، انا عاوز اعرفهم انت بتنتقد وبتدمر فريق من انضف فرق القاره، فريق عمل تاريخ وعمل اسم لناس اقسم بالله ما كانت تستاهل كلها اسماء بتطلع النهارده الحاجه ده للزمالك. انا الزمالك اللي عملت تاريخ، انا الزمالك اللي شرفت منتخب مصر، انا اللي طلعت نجوم للمنتخب، انا الزمالك مش هقول لك بقى انا القطب الاول، لكن انا من احسن الفرق في مصر وفي افريقيا، عشان الناس هتقولها ليه حق او مطلق الحقوق اللي هو عاوزه. فعندك مباراه مش عاوز فيها عذر، مش عاوز فيها مرقعه، مش عاوز فيها اي حاجه، انا عاوز فيها رجاله فوعليه، عاوز رجاله فوعليه، رجاله تنزل بعد مفيش بديل على نفسك، ما تفكرش انك تتعادل، بتحط فكره التعادل نفسها ما تحطش في دماغك، استرجل 90 دقيقه، دوس على خصمك، اكسب، الناس هتسقف لك. عندك ماتشين اتنين كايزر تشيف وسيراميكا منعرج طريق، وانت عارف وانا عارف الكلام ده، كسبتهم هتروح في حته بعيده لان هيبقى احسن بقى هدوء. انا اتاهلت، وخلي بالك مكسب الزمالك بكره ده هيدخل لك عائد مادي اكتر من معنوي. ليه؟ الزمالك هيخش له 550,000 دولار نتيجه التاهل من دور مجموعات. يا جماعه فوقوا بكره. انا عاوز الجمهور نادي الزمالك، ودي رساله، ما تبطلش تشجيع بس حط عليها مليون خط، ما تبطلش عينك في انها تكون بتشوف الزمالك مريح تشده، اللعيبه تتمرع شدها. مش عاوز طول الماتش اوه الكوفه مش عارف ايه، بس ما بحبش الكلام ده في الماتشات دي، ما بحبش الكلام ده، ما بحبش الكلام ده. عاوز الناس بكره تكون هي اللي قاريه الملعب اللعيبه. في حاجه شايفها غلط صرخ بيها، اضغط على الحكم لو شايف حاجه غلط،
في النهايه هي مباراه 90 دقيقه رجال فقط، هي رجال مش كوره. اكسب هضرب التخين بالجزم اللي كان بيفتح بقه على الزمالك. في النهايه بتمنى يعني لو كلامي عجبك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، ما عجبكش كنت في الكومنتات قول توقعك، وباذن الله نفرح بكره بعد الماتش ويكون ازيك متاهل، وان شاء الله اشوفك حلقه جديده والسلام.